الخطيب يعزز صفوف الأهلي اتفاق مع مدافع نيس الفرنسي. في خطوة جدة من الكابتن محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي المصري لتقوية صفوف الفريق قبل المواجهات المصيرية القادمة سواء في بطولة دوري أبطال إفريقيا أو كأس العالم للأندية. توصل النادي إلى اتفاق مبدئي مع مدافع منتخب مصر ونادي نيس الفرنسي محمد عبد المنعم البالغ من العمر 26 عاما أبدى موافقته على الانضمام لصفوف القلعة الحمراء لمدة عام واحد، وذلك بعد مفاوضات مكثفة بين إدارة النادي ووكيل أعمال اللاعب. وأكدت مصادر أن قيمة العقد تبلغ 1.2 مليون دولار، وهو رقم يعكس حرص الأهلي على تدعيم صفوفه بأفضل العناصر المحلية والدولية مهما كانت قيمة المبلغ. كان اللاعب قد طلب مساواة راتبه مع زميله محمود حسن تريزيجيه الذي يعتبر حاليا صاحب أعلى عقد في النادي الأهلي. ووفقا للتقارير فإن محمود الخطيب أبدى موافقته على هذه الشروط لضمان إنهاء الصفقة في أسرع وقت ممكن. يأتي هذا التعاقد في وقت حساس للغاية، حيث يسعى الأهلي لتعزيز خط دفاعه استعدادا للمشاركة في البطولات القارية والعالمية، ومن المتوقع أن يضيف المدافع الجديد قوة وثباتا لخط الدفاع خاصة مع خبرته الكبيرة في الملاعب الأوروبية. ومن المنتظر أن يتم الإعلان الرسمي عن الصفقة خلال فترة الانتقالات القادمة بعد أن يتم الانتهاء من الإجراءات النهائية والتوقيع الرسمي. هذه الخطوة تعكس رؤية محمود الخطيب في بناء فريق ممتاز قادر على المنافسة في جميع البطولات. ويسعى النادي الأهلي دائما لاستقطاب أفضل المواهب المحلية والدولية لتعزيز صفوفه وتحقيق الألقاب. وبهذه الصفقة يواصل النادي الأهلي تأكيد مكانته كأحد أفضل الأندية في إفريقيا والشرق الأوسط، حيث يضع التعاقد مع اللاعبين المميزين على رأس أولوياته لتحقيق طموحات جماهيره.